السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع بشهوة زينة. نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير بعد مدة طويلة. فترة العيد كنت مريحة شوية، رجعت جبت لكم هاد الكيكة الرائعة. هاد الكيكة اللي ما كتخطانيش لأنها كتعجبني بزاف، كتجي ناجحة وطالعة وعادك المذاق ديالها الروعة. المكونات ديالها بسيطة. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو تشوفوا معايا جميع المراحل والأسرار ديال النجاح. وفضلا وليس امرا انضموا الى قناه شهوة زينة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك، وكذلك ما تنسوش تخليوا تعليق اسفل الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واحبابكم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبسم الله مع المكونات. عندنا هنايا السكر والدقيق 4 كيلو او ما يعادل 2 كيسان ونص. انا عبرت بالكاس هذا، وهذا الكاس هذا العبار ديال كاس العنبه، وبنتي ما غتخليناش نخدمه. غير هو الدقيق عملت 2 كيسان ونص، والسكر 2 كيسان ونص، والنص مع نص كاس ديال الماء غادي نعسلو به هاد القشور ديال اللتين او القطعه ديال اللتين اللي حنا مقطعينها دوائر. سمعوا بنتي زينه بنتي، خلينا نهضروا باش غادي نزوقوا بها في الطهر ديال الكيكه. انا هذا المول اللي غادي نستعمل، فهادو غيجيو دوائر من فوقي، فالعدد كيبقى على حسب المول اللي عندكم او الطريقه التزيين اللي نتوما اخترتوها، فليكم الاختيار. بحال اللي قلنا السكر 4 اولا 2 كيسان ونص، والدقيق 2 كيسان ونص، 6 البيضات الصفر بوحدو والبياض بوحدو، عصير ديال برتقاله واحده، والقشر ديالها محكوك. هانا بنتي شني خصك ما سجلي شي؟ هانا ها اجي سجل لي مع الناس. وعندنا هنايا الخميره مغروفه كبيره اولا 2 ديال الالزا فقط. هادو هما المكونات اللي عندي. المول هو هذا، غادي نفرشوا هنايا بهذا البابي، وكيساعد مزيان بالنسبه ملي كتجيو تحيدوا الكيكه، غيساعدكم بزاف. وتقدروا غير ترشوا بحال دائما تعملوا الزبده وترشوا الدقيق. انا هنايا كنفضل هذا الكاغيط كيساعدنا في الديمولاج. انا الفران هنايا شعلته عملته يسخن. غادي نوريكم غير هذا الكاغيط كيفاش كنقطعوا بهذا الشكل هذا. كطويو الورقه وكتنزلوا على المول وكترشموا، كتضغطوا عليه باش كيعمل الرشمه ديال العبار ديال المول، وصافي كنجيبوا المقاس وكنقطعوا هادوك اللي هاديناهم. وغادي نرش هنايا المول بالزبده. هانا ماما هانا. وغادي نفرش هذاك الكاغيط. اذا ما كانش يستغنوا عليه بحق زعما كيساعد الكيكه كديمولا بسهوله، كتحيد غير الجوانب والقاع صافي كتضمنوا بانهم هذا. غادي دهنوا بالزبده، اولا لا عندكم هذا السبراي هذا ولا هذا البخاخ ديال الزبده مزيون كيسهل في الخدمه. صافي غنحيدوا المول على جنب. بحال اللي قلت انا الفران عندي شاعل كيسخن على 180 درجه. غنبداو اول حاجه بالبيض. غنطلع هنايا الصفر ديال البيض، قلنا 6 ديال البيضات. حاولوا المكونات تكون بحراره الغرفه، يعني طلعوها من الثلاجه واحد ساعه من قبل. غنعمل عليها 2 كيسان ديال السكر. نسيت الزبده ما قلت لكم شي. انا عندي هنايا 200 غرام ديال الزبده بالحراره الغرفه. انا هذه عملتها في الشرجم حيت كانت في الثلاجه، عملتها في الشرجم قوه الحراره كيفاش دابت. غنعمل ديك 200 غرام ديال الزبده. بنات انا جربتها بالزيت بصراحه ما جاتش بحال اللي بالزبده، فعملوها بالزبده وجربوا بالزيت وجربوا بالزبده وشوفوا اللي غتعجبكم بحق. رائعه بالزبده، لا في المذاق ولا في الشكل. غادي نخليهم يتخدموا مزيان حتى يتبدل اللون ديالهم. هنايا الدقيق غادي نعمل عليه مغروفه كبيره ديال الخميره الحلوى ما يعادل 2 ديال الساشيات ديال الزا. وغادي نغربلها هي وديك الدقيق. حاولوا تعليوا الغربال شويه باش كيدخل لنا الهواء في الدقيق، كيساعد في الكيكه تطلع مزيان. هنايا ملي طلعنا خدمنا البيض الصفر ديال البيض مع الزبده والسكر. غادي نزيد ديك العصير ديال البرتقاله واحده مع القشره ديالها محكوكه مبشوره، والبيض ديال البيض غنعمل له قبيصه الملح هنايا وغادي نطلعو. صدقوني هاد الكيكه راه كتجي طالعه وكتجي فنه. هاد الطريقه هذه تبعوها وان شاء الله غادي ترحموني عليها وغادي تشكروني عليها ان شاء الله. البيض ها هو طلعته حتى بقى كتقلب الطاسه ما كيهرقش، كتعرفوا بانه طلع مزيان. وغادي نبدا نزيد هنايا على الصفر والسكر والليتشين او البرتقال اللي عملنا. غادي نبدا نزيد عليه ديك الدقيق اللي معاه الخميره. بحال اللي كتشوفوا معايا المكونات بسيطه بزاف، ولكن النتيجه غتحمقكم هاد الكيكه هذه. شويه ديك الدقيق غادي نزيدوه. الماكينه كنكونوا هبطنا السرعه شويه وغنكملوه بيدنا. بحال اللي قلت الدقيق دائما ملي تعملوه في الكيكه عمركم ما تخدموه بزاف، راه الكيكه ما كتجيش مزيونه غير بمجرد انه ينسجم فقط. هنايا غنبدا نزيد البيض ونخدموها من فوق لتحت باش الهواء ما يخرجش من هذاك، هو اللي غادي يساعدنا الكيكه باش كتطلع مزيان. غنبقاو نخدموه من فوق لتحت. هيدا عليو مغروفه فوقي وهبطوها كيدخل لنا الهواء في الكيكه وما كيطيحلناش ديك البيض ديال البيض بهذا الشكل هذا. حتى كنكمل كميه وكتشوفوا هذاك البيض اندمج مع الخليط ديال الصفر ديال البيض والدقيق بهذا الشكل هذا. كيكه سهله كتوجد دغيا والنتيجه ان شاء الله ما تحشمكمش وغتجيكم روعه.
غادي نكبها في المول ديال هذا الفران بحال اللي قلنا، سخون المول عليوه باش كيدخل لكم الهواء في الكيكه. صافي نحاولوا نوزعوها على المول، ما تجيش جهه هابطه وجهه طالعه. وغادي ندخلها الفران 180 درجه. الفران ديال البوطه دائما كنهضر عليه انا وكنقول عملوا بعيده على العافيه، والعافيه حانيه حتى تشوفوها طلعت عاد كتهبطوا لتحت وتشعلوا لا من فوقي. بالنسبه للتين اللي غنزوق بها اولا البرتقال، هذا اختياري، نتوما تزوقوا كيفاش ما بغيتوا. هنايا نص كاس ديال السكر، غادي نفرش في المقله هذيك السكر مع ديك القطع ديال البرتقال، ونص كاس ديال الماء، وغنزلهم على البوطه حتى كيتعسل هذاك الماء. غير كيتعسل الماء كنحيدوه، هذاك اللي غنسقيو به الكيكه من فوقي، وغنخليو ديك البرتقال غير يزيد بحال اللي غادي يدي لون كراميليزي في المقله باش يدي ديك اللوين مزيون ونزوقوا به الكيكه. وهذا اختياري. شوفوا هنايا معايا، هو حيدتو الفيديو ما تصور ليش. سيروا هنايا ملي كيعقد قبل ما كينشف، غير كيعقد كنحيدوه. هذا غادي نسقيو به الكيكه، كيعطيها واحد النسمه ديال اللتشين كتجي فنه. وصافي هاد الشويه اللي بقى غادي نردو على البوطه حانيه باش يعطينا اللون كراميل هذاك اللتشين اولا ديك القطع الدوائر ديال البرتقال. ها هما بحال اللي كتشوفوا، شوفوا اللوين كيف كيجي مزيون كيحمق. بالنسبه للديكور وانا قلت لكم هذا اختياري، كل واحد يزين كيفاش ما بغى. ها هما داو هاد اللوين بني كراميل كيحمق. ها هما خليتهم هنا في المقله على جنب. الا شفتوهم لصقوا لكم غتكبوا غير شويه ديال الماء، وغادي يفكوا بوحدي السكر، غادي يطلقوا الماء وغادي يفكوا بهذا الشكل هذا. غادي نحيدهم انا من المقله وننزلهم على جنب. والكيكه بحال اللي كتشوفوها هي طلعت، خليتها حتى بردت واحد ربع ساعه. غادي نديمو لي غير الجوانب، وانا غنديمو ليها معاكم باش تشوفوها بان كديمو لها بسهوله وتشوفوا كيفاش الطياب ديالها والتحميره ديالها. تبعوا غير النصائح ديال الطياب دائما بحال اللي كنقول، سورتو الفران ديال البوطه هو اللي كاين شويه الصعوبه. سخنوه مزيان ومن بعد حنيوه. والكيكه ما تنزلوهاش قريبه من العافيه، دائما الكيكه عاليه على العافيه، كتطلع على خاطره وكتدي وقتها حتى كتشوفوها طلعت وشبرت راسها. كتحمروها من فوقي، يعني كتهبط لتحت وتشعلها من فوقي، كدي 5 دقائق كتكون محمره بحال اللي كتشوفوا هنايا. ها هي غادي زولت غير الجوانب وغادي نقلبها بحال اللي غتشوفوا انا نقلبها قدامكم. غنجيب لها هنايا غير التوصيل نقلبها فيه باش نعمل انا هذيك المول عنده ديك الحديده في النص، فضروري نقلبها. ها هي شوفوا معايا التحميره ماشيه لون واحد. شوفوا هذاك الورق ديال الطهي كيفاش كيسهل وكيفاش كيديموا لي الكيكه مزيونه. شوفوا التحميره ديالها كيف مزيونه وطلعت كتجي مزيونه، كتجي فنه في المذاق الصراحه. الله هذيك النسمه ديال التشين فيها روعه. صافي غنعملها انا في طبق التقديم. شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي. يا الحبيبه ما عجبتكش الكيكه؟ ما عجبتهاش بنتي؟ ما عجبتهاش؟ مزيونه بنتي. شوف كيف كتحمق الكيكه، شوف 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 كتحمق. صافي غنعملها في طبق التقديم. ايوا وغادي نزينها بهذوك الدوائر ديال البرتقال معسلين يعطيونا منظر مزيون بالشكل بحال اللي قلت نتوما. اختاروا اللي بغيتو. غادي نسقيها اول حاجه هنايا، نسقيها بهذاك السيرو اللي حيدناه ديال البرتقال. هذا كيعطيها مذاق وكيعطيها واحد النسمه مزيونه، لان هذا كامل بديك العصاره ديال الدوائر ديال البرتقال، فغادي تجيكم مزيون. حاولوا تعملوها كتجي مزيونه. صافي وزينوها بالطريقه اللي نتوما كتبغيوها وبالصحه والراحه. غتعجبكم هذه الكيكه وغتعجب اي واحد غادي يقيسها. جربوها وردوا عليا ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم.